طيب هنا برضو بيتكلم بشكل مختصر كده على الجلايكول دي هيدريشن، ماشي، والفرق ما بينها وبين الجلايكول انجكشن. طبعا احنا شايفين الاختلاف الكبير جدا ما بينها وبين الجلايكول انجكشن. الجلايكول انجكشن انا بحقن الجلايكول اصلا في خط الغاز، لا انما هنا لا، انا ما بعملش كده. انا الويت جاز دخل عندي على الكونتاكتور، طلع فوق، هيقابل من فوق بقى مين؟ هيقابل اللين جلايكول. اللين جلايكول هينزل لتحت هياخد البخار، والويت جاز هيطلع من فوق دراي جاز. خلاص شكرا كده. طيب الويت بقى جلايكول هعمل ايه؟ هدخله على الهيت اكسشينجر يسخن شويه، وبعد كده هدخله على الفلاش درام. فلاش درام ديت هيطلع منها غاز، وبعد كده الليكويد اللي طالع من الفلاش درام ده اللي هو ويت جلايكول او ريتش جلايكول هدخله على شويه فلاتر كده، وبعد كده هسخنه شويه، وبعد كده هدخله على الريجنريتور كولم بتاعنا، بحيث ان الميه تبدا انها تطلع منه نتيجه ان انا عمال ازود درجه حرارته، نتيجه ان انا بيكون عندي هنا ريبويلر. الريبويلر ده عندي منه انواع، يعني انا ممكن يكون عندي ريبويلر هو فاير تيوب. فاير تيوب يعني انا بسخن غاز وبحرقه جوه الفاير تيوب، فبيسخن لي الجلايكول اللي موجود هنا. او مثلا بيكون عندي ريبويلر انا بدخل فيه ستيم، بخار ميه سخن جدا، فبيسخن لي الفيد اللي داخل هنا، وبعد كده الستيم ده بيحصل له كوندنسيشن نتيجه ان هو بيبرد، وطبعا لان هو بيفقد الحراره بتاعته للجلايكول اللي موجود هنا، وهو عباره عن زي شيل اند تيوب هيت اكسشينجر عادي. الستيم ماشي في حته معينه اللي هو التيوبس اللي جوه، ولكن الجلايكول موجود في الشيل اللي موجوده بره. فالستيم مش شايف الجلايكول ولا الجلايكول شايف الستيم، ماشي، ولكن هما الاتنين حاسين بدرجة حرارة بعض. عشان كده الجلايكول وهو نازل هيحس بدرجة حرارة الستيم اللي جوه التيوبس اللي جوه دي، فيبدأ إن هو يسخن. عشان كده الستيم وهو داخل هيدي حرارته للجلايكول، فهو هيبدأ إن هو يحصل له كوندنسيشن وهيتحول لمية. هاخد بقى المية دي تاني، هوديها البويلر غلاية، ترجعه لي ستيم أضخه هنا تاني. ده باختصار شديد الموضوع بتاع الستيم ريبويلر بيتم ازاي. طيب الجلايكول اللي هو بدأ ان هو ينزل هنا ده هيحصل فيه ايه؟ اي ميه كبخار ميه هيبدأ ان هو يطلع ويطير منه، وبعد كده هبدأ ان انا هاخد الجلايكول من هنا، هخزنه جوه السيرج تانك او السيرج درام دي، وبعد كده هبدأ ان انا هعمل ايه؟ هبدأ ان انا هطلعه من هنا، او ممكن استخدمه بحيث ان هو يسخن لي الفيد اللي داخل زي ما احنا شايفين. بعد كده هيبدأ ان هو يطلع من هنا يروح على بامب، والبامب دي بعد كده هتاخده لي وترجعه لي تاني لغاية الكولم. تقريبا الحاجات ديت والحاجات اللي فاتت بنسبة 90% هي متشابهة، ولكن طبعا كل سيستم بيكون مختلف في شوية حاجات، في استخدام كذا هيت اكسشينجر، انواع الهيت اكسشينجر، انواع الريبويلر، هل انا بحط فلتر، هل ما بحطش فلتر، هل بحط فلاش درام، هل بحط بامب واحدة. الكلام ده كله طبعا ممكن يفرق معايا في الديزاين او في السيستم اللي شغال، ولكن بنسبة 90% هو في تشابهات، ماشي. طيب هو هنا بيبدأ يقول لك ان الجلايكول دي هيدريشن هي شبه الجلايكول انجكشن بالظبط، هم كل دورهم ان هم يعملوا انهبيشن للهيدريت فورميشن، ولكن انا هنا بشيل الووتر فيبر من الغاز في نفس اللحظة. انما في الانجكشن لا، ده انا بحقن وبعد كده ادخل الغاز على سيباريتور وبعد كده بشيل منه الليكويد والكلام ده، لا. انما هنا في الكونتاكتور ده كله بيحصل في نفس الوقت، الغاز وهو طالع عمال يتفصل منه الووتر فيبر، والجلايكول هو نازل عمال ياخد الووتر فيبر وعمال يطلع من هنا، ماشي. طبعا بيقول لك ان الدي هيدريشن سيستم بتستخدم الكونتاكتور او الابزوربر عشان تقدر انها تعمل ابزورب للووتر فيبر من الغاز نفسه، على عكس الانجكشن سيستم اللي الجلايكول فيه بيحصل له انجكشن جوه البايب لاين نفسها. طبعا هنا بيقول لك ان الجلايكول دي هيدريشن سيستم محتاج ان انت تتحكم في درجه الحراره بتاعته، وكذلك في درجه الحراره بتاعت الريبويلر، لان انا لما هبدا اظبط درجه حراره الريبويلر اللي موجوده هنا ديت هتتوقف عليها حاجات كتير. على سبيل المثال انا دلوقتي لما هبدا ازود درجه الحراره دي بحيث انها تكون في رينج معين، ده بيخلي لي كفاءة الفصل بتكون كويسة، وده بيخلي لي والووتر فيبر اللي كان موجود في الريتش جلايكول يبدأ ان هو يطلع وينفصل ويطلع من هنا. طب انا دلوقتي شايف ان درجة الحرارة دي ما بتطلعليش ووتر فيبر كتير،
فقررت ان انا ازودها. لو قررت ان انا ازودها بشكل كبير، دي هتطير لي جلايكول مع الميه، فانا كده بعمل لوسز للسيستم بتاعي. يبقى انا في الحاله دي عمال اعمل لوسز كتيره، فمحتاج ان انا كل شويه اضيف جلايكول واشتري جلايكول، فده طبعا حاجه مش كويسه. طب انا دلوقتي شايف ان انا لو قللت درجه الحراره ايه اللي هيحصل؟ لو قللت درجه الحراره فانا كده ما بخليش ووتر فيبر يطير بشكل اسرع او بشكل اسهل من الجلايكول. معنى كده ان الكفاءه بتاعت الفصل قليله، معنى كده ان انا التركيز بتاع الجلايكول اللي هيطلع من عندي هيكون قليل، وفي الحاله دي مش هقدر ان انا استخدمه تاني بحيث ان هو يعمل ديهايدريشن للغاز. ده باختصار الموضوع بيتم ازاي. ده برضو شكل تاني مختصر مفيد كده الموضوع بيتم ازاي، ولكن مش عايزين نفضل كل شويه نكرر الموضوع، لان احنا كده ممكن نزهق، وفي نفس الوقت زي ما احنا قلنا هنعيد الموضوع ده قدام مرارا وتكرارا. باختصار شديد بيقول لك ان انا بيكون عندي هنا الويت انلت جاز بيبدا ان هو يدخل من تحت يطلع لغايه فوق، ماشي. طيب بيدخل فيه الكونتاكتور من تحت زي ما احنا شايفين كده، هيطلع لفوق، ماشي. وبعد كده هيبدا ان هو يقابل الجلايكول اللي هو جاي له من فوق. طبعا الجلايكول هينزل لتحت والغاز هيبدا ان هو يطلع لفوق، وهيتقابلوا في الصواني او التريز اللي موجوده جوه الابزوربر. وبعد كده الغاز هيطلع من هنا دراي جاز. طيب بعدين، وبعد كده خلاص خلينا بقى نتكلم ونعيد الحته ديت تاني باختصار. الريتش جلايكول هيبدا ان هو يطلع من هنا، هوديه على الجزء اللي هو الهيت اكسشينجر ده، بحيث ان هو يسخن، وهو هنا سخن عن طريق الريجنريتور نفسه، لان الريجنريتور درجه حرارته بتكون عاليه، فانا ممكن استغل درجه الحراره اللي عاليه اللي موجوده جواه، بحيث ان انا هعدي المواسير بتاعه الريتش جلايكول عليه تسخن وتاخد السخونه منه. بعد كده هتروح على الفلاش درام، الغاز هيطلع من هنا، والليكويد جلايكول هيبدا ان هو ينزل من هنا يروح على شويه فلاتر، وبعد كده يبدا ان هو يسخن عن طريق الفيد اللي خارج اصلا. وبعد كده هدخله على الريجنريتور، البخار هيبدا ان هو يطلع لفوق، والليكويد جلايكول هيبدا ان هو يتجمع تحت في الاكيوميليتور او السيرج درام اللي موجوده هنا دي. ونتيجه ان درجه حرارتها بتكون مرتفعه وانا مش محتاج درجه الحراره المرتفعه ديت في حاجه، فانا محتاج ان انا ابرد درجه الحراره ده عن طريق ان انا بيكون عندي هنا الهيت اكسشينجر ده، فبستخدمه بحيث ان هو يسخن اللي داخل واللي خارج يبرد. وبعد كده هوديه على البامب، والبامب ترجعه تاني على هيت اكسشينجر برضو. الهيت اكسشينجر ده هو كل دوره ان هو يبرد لي الجلايكول اللي داخل، ماشي. وده عن طريق الغاز اللي خارج اللي احنا زي ما احنا قلنا عليه قبل كده درجه حرارته بتكون بارده وهو طالع، وده نتيجه ان هو برد شويه نتيجه الجلايكول اللي كان داخل كان ابرد منه، فهو برد لما فقد الحراره وامتص البروده. لو افترضنا ان البروده بتمتص يعني، فنقدر نقول ان هو يعني طرد الحراره اللي جواه للجلايكول نفسه، وبدا ان هو يبرد شويه. فهو طالع انا مش محتاج درجه الحراره القليله دي في حاجه، فهستخدمه بحيث ان هو ايه يبرد لي الفيد اللي داخل اللي هو الجلايكول. وعلى كده هبدا ان انا ايه اطلع الغاز بتاعي، هوديه بقى بعد كده مثلا على السيلز او البيع، هبدا ان انا ابيعه. ده باختصار الموضوع بيتم ازاي. هل في حاجات معينه انا محتاج ان انا استخدمها؟ على سبيل المثال هو هنا بيقول لك ان انت لازم تكون عندك فلاش تانك سيباريتور اللي هو موجود هنا ده، فلاش درام بتطير لي اي هيدروكربون جازز موجوده في الجلايكول. كذلك لازم يكون عندك هيت اكسشينجر، عندي هنا هيت اكسشينجر اهو، عندي هنا هيت اكسشينجر، وكذلك برضه بيكون عندي هنا هيت اكسشينجر، ماشي. طيب دي الحاجه اللي بعد كده لازم يكون عندك حاجه اسمها الانلت سكرابر. يعني ايه انلت سكرابر؟ انلت سكرابر هو عباره عن سيبريتور زي ما احنا قلنا قبل كده، بيفصل اي ليكويد من الغاز قبل ما الغاز يدخل على الديهايدريشن. والليكويد اللي هو بيفصله ممكن يكون عباره عن فري ووتر او فري هيدروكربون او الاثنين مع بعض. كذلك بستخدم فلاتر عشان انا دلوقتي مش ضامن ان السيستم بتاعي يكون فيه شوائب، مثلا في رمل، في حصى، في بعض الحاجات السوليدز اللي طلعت لي من البير وانا بنتج. طب محتاج ايه تاني؟ محتاج ستريبنج كولم. زي ما احنا قلنا انا ممكن يكون عندي حاجه اسمها الستريبنج جاز، فممكن يكون عندي حاجه اسمها ستريبنج كولم، او ممكن الريجنريشن كولم ده ساعات بيتقال عليه الستريبنج كولم. هو كل دوره ان انا بنزع او بشيل الووتر فيبر من الجلايكول، عشان كده بيتقال عليه الستريبنج كولم. كلمه ستريبنج ان انا بنزع حاجه من حاجه تانية زي ما احنا قلنا قبل كده. عشان كده
ريكفري او الريجنريتور بتاع الجلايكول اللي هنا ده بيتقال عليه ستريبنج كولم. ده اللي احنا هنتكلم عليه في الفيديوهات اللي موجوده قدام. ده طبعا شكل تاني ادفانسد اسمبلي للموضوع بيتم ازاي. انا عندي هنا ده السكرابر بتاع الغاز، بيدخل هنا الاول الغاز، لو في اي ليكويد تقدر انها يعني اسحبها من هنا. الغاز بيبدا بعد كده ان هو يدخل هنا، بيدخل هنا ويت، بيطلع من هنا دراي. هبدا بعد كده إيه؟ ان انا ابيعه. طب ايه بقى الهيصه اللي على اليمين دي؟ ده السكه بتاعت الريجنريشن بتاع الجلايكول. بدخل الجلايكول على السيستمز اللي موجوده هنا والتنكات والريجنريتورز والحاجات ديت كلها، وبعد كده بيتحول لين جلايكول. وهبدا بعد كده ان انا هسحبه، هدخله من هنا تاني للكولم بتاعي بحيث ان هو يعمل دي هيدريشن للغاز.